دخلنا موسم الشتاء والجو ما شاء الله جميل، وايد ناس قاعد تيهم بلاعيم وارتفاع في درجة الحرارة وزكام وكحة. ودكتور شو السبب وشو العلاج؟ طبعا شو السبب؟ السبب ان من انتقال من موسم الصيف لموسم الشتاء موسم المهم تزداد كثير من الفيروسات والبكتيريا. الأكثر شيوعا هي فيروسات الإنفلونزا A و B، ولها لقاح وتطعيم معروف ننصح فيه الجميع خاصة الصغار وكبار السن. لكن اللي ما أخذ تطعيم الإنفلونزا وحس بهاي الأعراض لازم يفحص. إذا يتم مثلا حمى أو بلاعيم يفحص خلال 72 ساعة، خلال 3 أيام، وإذا طلع في إنفلونزا A أو B ياخذ دواء تامي فلو اللي يساعد بشكل جيد في الشفاء. هذا الشيء الأول. إذا ما كان إنفلونزا ممكن يكون كورونا. إذا ما كان كورونا ممكن تكون فيروسات نزلات البرد العادية، راينو فيروس، نورو فيروس، RSV اللي هو يحتاج بس وقت، ما يحتاج علاج ثاني غير بنادول وكحة وسوائل وكركم وعسل. وممكن يكون التهاب بكتيري وهو الأقل تاخذ مضاد حيوي مع استشارة الطبيب. وممكن يكون بعض أنواع البكتيريا والفيروسات اللي ما تكون منتشرة وايد، لذلك الفحص عند الطبيب مهم جدا. باختصار لا تاخذ مضاد حيوي بدون استشارة الطبيب، واحتمال كبير أن يكون فيك انفلونزا فتاخذ اللقاح، وإذا ما تبغى تاخذ اللقاح تاخذ مضاد الانفلونزا إذا كان عندك انفلونزا. ويومكم جميل. العسل، تقوية المناعة والرياضة والغذاء، النظام الصحي، ولا تدخن سيجارة.